هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتورة بيطرية. انا جاي اشتغل عندكم سفير، وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتيز اوازو. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا اهندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه؟ انا مؤهل. شايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90. احمد حاتم، جاي تشتغل ايه النهارده؟ والله انا جاي اقدم في جهاز المخابرات العامة المصرية عشان ابقى ضابط مخابرات مصري. هتقدر تفيد ازاي البلد بالوظيفه دي؟ والله في حاجات كتير معينة نفسي اعملها البلد دي، وفي حاجات كتير خلتني احس ان انا اقدر اعمل كده. فانا اقدر اتنكر واقدر اكذب واقدر ابقى واحد تاني واقدر اعمل اي حاجة واقدر اتحمل حاجات معينة عشان احافظ على معلومة معينة. حطوك على جهاز كشف الكذب قبل كده عشان تقدر تقول انك تقدر تكذب؟ والله امي هي اللي عملت كده مرة، هي وابويا كان شاددني من شعري وبيحلفني، بس الحمد لله انا قدرت امسك نفسي وقدرت اكذب عليهم، ما حدش عارف حاجه. ده من كام سنه؟ لا الكلام ده بيحصل تقريبا كل يوم، فانا عارف انا بقول لك ايه كويس قوي. لغايه دلوقتي بيتبعوا نفس الاساليب. وعندنا واحده تخينه كده ساعات بيجيبوها يقعدوها عليا برضه عشان، بس انا الحمد لله تمام يعني. حمول كمان؟ لا خلي بالك، ابعد الحدود يعني، اوزان بقى يعني، من جربت 60 كيلو 70 كيلو 102 يعني، عديت اوزان كتير. وطبعا لو حد عذبك انواع تانية من العذاب برضو تستحمل؟ والله ابويا كان بيطفي فيها سجاير ساعات، بس يعني كان الموضوع ده بيسيب علامات، ما كنتش بحبه برضو. لو عايز اشتغل بتاع ما يبقاش عندي مشكله، فاهم؟ بس تمام برضو، انا يعني ما ضربتوش ولا اذيته يعني، ابويا برضو. مقومات شخصيه احمد حاتم اللي هتخليه مؤهل للوظيفه دي ايه كشخصيه؟ والله اللي خلاني افكر في الموضوع ده ان انا كاتم اسرار كبير جدا يعني بين ناس كتير اعرفها، بكذب كتير على اصحابي وعلى ناس كتير بيصدقوك طبعا. ما حدش بيبقى عارف حاجه يعني. لحد دلوقتي مثلا انا ممكن ابقى كاتب عليكي انا جاي منين ورايح فين وبتاع، انا قايل لك ان انا رايح عن تصوير، ممكن ما يبقاش عن تصوير، بس انت عمرك ما هتعرفي ده. حصلت بالظبط، وممكن تبقى بتحصل النهارده، ممكن اسيبك انت مش عارفه انا هعمل ايه، ممكن ما تبقاش انت اصلا احمد حاتم اللي قاعد قدامي دلوقتي. ده بقى بيتطلب حاجات تانية احنا في غنى عن ان احنا نتكلم عنها دلوقتي. كاتم للاسرار جدا باين عليك، وفي نفس الوقت كمان مش واضح، ولابس اسود في اسود لو واخده بالك. صح؟ اكيد في سر ورا ان انا لابس لك كده وانا جاي اقدم على الموضوع ده النهارده. دي نقاط الضعف في شخصيتك يعني. ممكن ابقى ماسك نفسي قصاد اي حاجه الا ماتشات نادي الزمالك، دايما بيبان عليا ان انا زملكاوي. هي دي المشكله اللي انا بس بحاول اقاومها. دي مشكله دي طبعا، لان انت لو اتحطيت في اي موقف هتتفقس على طول. غير كده حبي لعمرو دياب وانغام مثلا ممكن اقاومه قدامك، ممكن اسيبك تغلطي في عمرو دياب وانغام، بس نادي الزمالك لسه مش قادر. طب هنعالج ازاي الموضوع ده؟ والله انا هتبع نفس الخطه اللي عملتها مع عمرو دياب وانغام، ان انا بعمل ودن من طين ودن من عجين. الخطه دي نفعت جدا، بقيت حد يشتم في اي حاجه ولا الهوا. فانا هحاول بس الفكره ان يعني انا بحب نادي الزمالك، بحب ميدو يعني، كنت بحب حسام حسن كنت ما هو كان ماسكه هو مشي. طب ما هل ده معناه ان انت تبطل تحب شخصيه كانت عندها انجازات؟ لا بالعكس، ده انا بشجع منتخب الاردن دلوقتي عشان حسام حسن هو اللي بيدربه، معلوماتك يعني. فانا بالعكس انا وافي جدا كمان. انت جاي تشتغل ايه النهارده على الراديو 90 مع همسة امام. هنعرف انت جاي تشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90. علاقتك ايه برؤسائك؟ والله كل شغل وليه نظام عمل يعني. في المخابرات العامة أظن هيبقى النظام مختلف، مش مصلحة حكومية هي، فبرضه هيبقى الموضوع مختلف. معرفش هحتك بمين ولا في ايه، بس أنا عندي ثقة في إن أنا هنول ثقة كل الناس اللي هتعامل معاها. هل هتعاملهم باحترام؟ هل هتعاملهم بندية؟ والله مش هكون سهل مع أي حد.
تقاسي حتى مع الناس اللي هم المفروض يدولك المشورة ويدولك طبعا الدايركشنز او الاتجاهات اللي انت تشتغل فيها؟ لا انا هكون واضح وصريح، مش هجامل خالص. ما تتكلش. قول يا رب. طيب لو قلنا دلوقتي انت بعد 5 سنين من وظيفتك دي، ايه الحاجات اللي انت عايز تحققها؟ اجيب شقة طبعا، في الشيخ زايد ولا في التجمع ولا في اي حتة، بس انا عندنا مشكلة في الموضوع ده. اجيب عربية قسط مثلا، فاهم؟ هي دي كل طموحاتك؟ ما عنديش حاجة اكبر. لكن انك انت تعمل حاجة للبلد ده تحصيل حاصل. ده في الانترفيو بس، لكن بعد كده بقى شقة، عربية، موبايل جديد، ممكن نتجوز يعني كده. هل ده انت يعتبر ان احنا ممكن نقول عليك احمد حاتم مادي؟ خالص، بالعكس والله ابدا مش مادي خالص، بس في الاخر اللي تكسبه لعبه يعني وبعدين الرزق يحب الخفية. بالظبط، فلازم ابقى خفيف برضه. برافو عليكي. وغير كده انا عندي قضيت سنه في الجيش، فهي اللي بس مخلاني احب البلد زياده عن اللزوم. يعني جايز السنه دي ما كنتش قضيتها كنت ما جيتش النهارده. هو حبك لبلدك طبعا هو اللي عايزك انك انت تخليك تخدمها جدا. انا حاسس ان انا هبقى مرتاح نفسيا وانا شغال معاك. طيب احنا هنشوف السي في بتاعتك يا احمد، وهنشوف اذا كنت انت مؤهل للوظيفه دي ولا لا. في حاجه انت كنت عايز تقولها انا ما سالتلكش فيها؟ تشوفي ايه، انا مؤهل. لا مش انت اللي تحكم على فكره، انا اللي احكم عليك اذا كنت انت مؤهل ولا لا. انا مديره الموارد البشريه هنا. انا عارف عنك كل حاجه على فكره، وانا اعرف عنك اكتر من انت اللي تعرفه. طب انا مش هينفع اقول الكلام ده دلوقتي، بس انا عارف ان انا هاخد الوظيفه دي غصب عنك. ده تهديد؟ انا معايا سيديات. رمضان كريم يا احمد. الله اكرم، كنت سامع تكريم. في حاجه عايز تقولها لي قبل ما نقفل الحلقه؟ انا بصراحه مستمتعه وكنت فيها جدا. انا فعلا نفسي اشتغل، كنت اشتغل كده، ده مش تهريج والله العظيم. وطول الوقت انا عندي حته كده في شخصيتي غصب عني، انا غامض شويه، وفعلا ما بطلعش حاجه بسهوله. مش كداب لا، بس ما بطلعش فعلا. حد قال لي حاجه ما بعرفش اقولها. بحب البلد دي جدا فعلا، فعلا الحاجات دي عايز اعملها، بس انا بهزر يعني. صوتوا طيبين. وانت طيب يا احمد، وربنا يديك اللي انت عايزه دايما يا رب. ميرسي جدا. ميرسي لحضرتك جدا. هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتورة بيطري. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتيز اوازو. يا ليبي انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا هندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل. احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه، انا مؤهل. شايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90.